بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى ناس؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده الروتين بتاعنا روتين قوي شوية في البيت كله. كنا يوم السبت بقى، النهارده اللي هو الروتين يوم السبت، علشان يوم الجمعة انا ما عملتش اي حاجة في البيت، وجبنا اكل من بره عشان خاطر ما كنتش قادرة اعمل حاجة، كنت تعبانة جدا. ف عملت بقى، سبت البيت حتى المطبخ كل حاجة، وكمان كان معاد تغيير فرش اوضتي والاوض كلها عموما يعني. فاستعنت بالله كده، وبعدين ما صليت الضحى حطيت مانيكير كده وحطيت كريم. انا بجد مهمله جدا في نفسي الفتره دي بسبب ان انا تعبانه، وبسبب ان انا حاسه ان انا مضغوطه. معرفش منين، ما ان احنا في اجازه يعني، ومفيش دروس، مفيش مدارس، مفيش جامعات، بس مش عارفه، في ضغط كده. المهم حطيت كريم كده بقى على ايديا وعلى رجليا، وعشان رجليا كمان تعباني الفتره دي، تعباني يا جماعه، جافه جافه، وانا مش بحب كده. حطيت ولبست شراب كده، وقلت عشان على بال ما اخلص شغلي كده وقبل ما اخد شاور يكون ايه، رجليا ارتاحت شويه. المهم دخلت، كنت نفسي اعمل بليله، وكنت جايبه قمح، دي الدفتر بتاعي والاقلام بتاعتي يعني، كنت لسه شارياهم. فبقى انا بحب اكتب كل حاجه، بحب اكتب كل حاجه عاوزه اعملها، او اي حاجه يعني في بالي كده. المهم ببقى لازم الدفتر والقلم معايا في اي مكان، فدول كنت جايباهم جداد يعني، بس لسه ما استخدمتهمش. المهم سلقت القمح، قلت اما اولع على القمح يتسلق على بال ما اقعد اقرا في المصحف شويه واصلي واشرب القهوه بتاعتي وكده، يكون القمح اتسلق. سلقت القمح، وبعد كده هحط سكر دايت. انا حطيت 6 اكياس، الكيس بمثابه معلقتين، لان انا عامله حله كبيره تفضل في التلاجة عندي، كل ما احتاجها ادفيها واكل منها انا وجوزي مثلا وابني، حد من البنات يعني. هي حلوه البليله وصحيه. حطيت بقولكوا 6 اكياس من سكر ستيفيا ده، وشويه فانيليا، وبس كده. وما بنيجي ناكلها ممكن احط فوقها شويه زبيب او جوز هند، يعني اللي متاح عندي ساعتها ممكن احطه، ممكن ما احطش حاجه خالص. يعني انا باكلها اصلا كده كفايه قوي. رحت بقى يا جماعه، انا بنفسي اجرب القهوه اللي هي في 16 دي. بجد شفت الناس كتير بتتكلم عنها وبيحبوها وهي بتبقى بق صغنن كده ومش عارف ايه. فانا عندي المكنه دي من زمان جدا، ومعرفش لها استخدام غير كده، يعني ان انا احط فيها النسكافيه كده تمام، واحط الميه في الخزان اللي ورا واشغلها وهي تكتر، وبعد كده تحافظ لي عليها سخنه طول النهار. بصراحه انا مبسوطه ان انا يعني طلعتها واستخدمتها تاني، لان انا كنت راكناها ومكنتش يعني في بالي اساسا، كنت حاسه انها ملهاش لازمه. لكن انا دلوقتي عشان بحب اشرب نسكافيه كتير، فهي بالنسبه لي مسهله عليا. حطيتها بقى كده وبدات تنزل، طبعا من غير سكر من غير اي حاجه. لو حابه تحطي انتي حليب بقى، بتصبي شويه النسكافيه وبعد كده بتحطي له الحليب، لكن انا ما بشربوش بحليب، انا بشربه كده بحليب. دي لما يكون ايه يعني، يعني انا معدتي تعبت بصراحه من القهوه والنسكافيه، بصراحه اذيه نفسي انا. بس يا جماعه بحبهم، بحب طعمهم جدا، ويعني مش قادره اتحكم في نفسي فيهم. والدكتور قال لي كفايه وبلاش وكده غلط ومش عارف ايه بس انا بجد بحبهم، ويعني مش يعني بقى، ما خلاص بقى يعني، هو اللي هيحصل لنا يعني اكتر من اللي حصل. الحمد لله على كل حال. فانا بحب النسكافيه، فبحب اشربه من غير حليب. لما اشربه من الحليب ده مثلا لو الجو برد، انا ببقى بردانه يا جماعه هنا، انا ببقى بردانه في اي وقت، ممكن ابرد فجاه كده وببقى بردانه كده، اقول لهم اقفلوا التكييف، افتحوا الشباك، اقفلوا المروحه دي، انا بردانه. ببقى فجاه كده ممكن اقوم شاربه بحليب عشان احس ان انا هديت، مش حاجه يعني، عشان احس ان الحليب بيهدي، اللبن الحليب بيهدي. بعد كده يا جماعة قلت ايه، لا انا هروح بقى اوضتي افتحها تتهوى، اشيل الفرش وافتحها تتهوى، على ما اخلص شغلي ابقى اروح افرشها. وعلى مين، على مين، انا شلت حتى الستاير بتاعتها وشلت المفارش وكل حاجة، حاطه لها حاجات كده من كل بلد قطعة، بس عادي يعني، كان لهم غيار، إيه المشكلة يعني. والشباك مسحاه والله العظيم، بس الناس اللي كانوا في الشقة قبلينا كانوا لازقين هنا ستيكر اسود، معرفش ليه، مع ان الشقه مش باصه على حد، ده الفيو بتاعها. والشباك اللي بص عليه ده شباك الشقه نفسها، اللي هو بتاع الصاله اصلا يعني. فمعرفش ما كانوا حاطين ستيكر اسود ليه اساسا.
الله الاعلم، بس بجد الموضوع ده شاغلني. كانوا حاطين ستيكر اسود ليه على الاوضه، وهي كان عليها ستاير، وهي مش باصه على حاجه ولا حد شايفهم اصلا. المهم رحت فرشتها ملايه وعملت حطيت لها غطا كده نضيف، وكنستها بالمكنسه ومسحتها بقى بالشرشوبه، ميه وكلور كده، ومسحتها. دخلت بقى على الصالة اللي انا وريها لكم الصبح في الفيديو، شايفين كان شكلها عامل ازاي. عملتها برضو بالمكنسة، وعملت الانتريه بالمكنسة، وكنت فاتحة الشباك طبعا تتهوى، وكنستها كويس جدا جدا من تحت الكنب، ومسحت بنفس الشرشوبة مية وكلور، يعني ما مليتش الجردل كده وبقيت احط فيه، لا، انا بروح على الحوض كده بلها واشطفها كويس، وبعد كده احط لها ميه، واقوم صب عليها غطاين كلور كده وخلاص. اهو بوريكم النسكافيه اهو. كنت خلاص بقى يعني بجد صدعت، وعماله الف من الاوضه للمطبخ لل يعني للصاله، لاوضه البنات، لاوضه ابني. ف اتبهدلت بصراحه، وحطيت بقى كذا غسله. يعني انا حطيت قولوا 4 مرات غسيل في الغساله. اول مره لحاف في الاوضه لوحده، وبعد كده الملايات وستاير ومش عارف ايه، وبعد كده ملايات اوضه البنات، وبعد كده غيار الفرشه بتاعت اوضه ابني. قلت بصراحه كنت اتاخرت بقى على الغدا، قلت ادخل بقى اعمل الغدا، وعلى بال ما الغدا يخلص اغسل المواعين او اروق في المطبخ حواليا. كان عندي ضلفه المنظفات، انا ما صورتهاش، بس كانت عايزه تترتب كويس يعني مع الاستخدام بقى، وبيطلعوا يدخلوا منها، فكركبت هي بس اللي متكركبه عندي، وهي وضلفه الخلاطات البايظه اللي انا كنت صورتها لكم دي. مسكت بقى كده هعمل ايه، هعمل لحمه بالبصل. انا جوزي كان طالب مني لحمه بالبصل وباميه ورز طبعا. تمام. فاحنا بنحب جدا اللحمه اللي بالبصل دي، بنحبها جدا، والفراخ اللي بالبصل، يعني اي حاجه فيها بصل احنا بنحبها، وانا بحب اللحمه اللي بالبصل دي جدا. فالمهم حطيت حته سمنه بلدي صغيره كده في الحله، وبعدين رحت حطيت غسلت اللحمه كويس، وشهدت عليها كده، ورحت حطاها على السمنه ومغطياها. قلت على بال بقى ما اقشر البصل تكون هي ايه، يعني اخدت صدمه من جميع النواحي كده. بقشر البصل طبعا يا جماعه في كيس كده خارجي، علشان ارميه على طول. وانا ما بحبش اشيل يعني القشره بحته من البصل كده، بحس انه خساره. بس ساعات ببقى متضايقه ومش عارفه ان انا يعني اقشر البصل كويس، فاقوم شايله بجناح منها كده بحاله، فاهميني. بقطعها بقى كده نصين، وبعد كده ترانشات، واحاول ان انا افصصها من بعض. بحاول لو مستعجله بحطها، وهي لما بتخدل بقى في الحله بتتفصص لوحدها. طبعا حطيت اللحمه بقول لكم، وحطيت لها معلقه سكر علشان يعني تسرع منها شويه. سبت نص البصلايه دي عشان اعملها يعني تقليه كده للباميه، لصلصه الباميه. انا بعمل الباميه بقطع لها بصل كده، واشوحها في حته سمنه بلدي او زيت زيتون او زيت او زبده، على حسب كل بيت بقى بيبقى فيه ايه، واشوحهم كده شويه. وبعد كده لما تخدل، مش تتحمر قوي، تخدل بس كده، بروح حاطه مكعب صلصه، ومكملها شويه ميه، وحاطه لها مكعب مرقه. اي نعم، في ناس ما بتحبش المرقه، بس احنا بنحبها، احنا بنحب المرقه. ممكن ما تحطيش مرقه، ممكن تسقيها من شوربه اللحمه او شوربه الفراخ اللي انتي طبخاها يعني. اهو حطيت بقى البصل فوق اللحمه كده. طبعا هو دلوقتي يعني الحله متفتحه لفوق كده، لا هي هتخدل والبصل ده هينزل. وحطيت لها بقى ميه من الكاتل سخنه علشان تستوي على طول، تغلي على طول. هنا شوحت البصل اهوت، وحطيت صلصه، وحطيت ميه بقول لكم، والباميه، وكله كله كله مع بعضه. يعني انا ما بسبكش صلصه بقى، ما بسيبهاش كده تتسبك شويه على النار، لا، حطيت هنا مكعب وهنا مكعب، مكعب مرقه هنا ومكعب مرقه هنا، يعني مكعب للحم ومكعب للباميه. تمام كده. وهسيبها بقى تستوي على مهلها كده، وهروح ان انا اجهز بقى ايه. يعني انا كنت ناوية ان انا عندي مشوار اللي هو تاني يوم، اللي هو بقى النهاردة الاحد اهو، ما روحتش. كنت ناوية ان انا اجهز غدا اللي هو تاني يوم، بحيث لما اجي اولع عليه على طول يبقى جاهز.
اعمل صلصه كده لفرخه مثلا، واعملها صينيه بطاطس وكده وجهزت فعلا، بس ما رحتش المشوار يعني. المهم يا بنات، حسيت بقى ان انا جعانه بصراحه. جوعت، انا ما اكلتش حاجه، كنت عماله اشرب في قهوه ونسكافيه واخلص في الشغل اللي ورايا وما اكلتش حاجه يعني. قمت رايحه قمت جايبه بقى الزباديه دي كان ابني جايبها لي من البقاله. وبقول له يا حبيبي، لما مثلا رايح البقاله يجيب حاجه للبيت، يجي يشتري حاجه، فبقول له لو لقيت زبادي يوناني هات لي واحده. يقول لي بطعم ايه يا ماما؟ اقول له ساده. فجاب لي دي بصراحه. ليه زبادي يوناني؟ عشان فيها بروتين يا جماعه، وكمان بتبقى طعمها حلو بصراحه، بتبقى حلوه قوي قوي. حطيت عليها بقى بذور شيا وكشور سيليوم وبذور اليقطين، وحطيتها جنبي كده، قعدت اكل فيها بقى. مش عارفه انا عملت ايه بقى، ورحت ولعت على الرز عشان يستوي بقى، على بال ما البطاطس اقصد اللحمه تخلص، والباميه كمان تخلص. ورحت اعمل بقى المشروب ده اللي بيبقى عندنا، بحطه في التلاجة زي الديتوكس كده. مشروب عبارة عن، الاول حطيت هنا كركديه عشان اعمله مركز، يتحط عندي في ازازة في التلاجة. لما حد يحب حاجة ساقعة ولا كده بياخدوا منه شوية مع تلج ومية ساقعة ويقلبوه يشربوه على طول. ده في حين ان مفيش عصير مثلا، عايزين حاجة ساقعة، حاجة تكون بسيطة كده، بعمله انا الكركديه في التلاجة، بيبقى جميل قوي. ده المشروب بقى اللي انا بعمله. قرفة وجنزبيل كله كده في على طرف المعلقة بس، مش معلقة كاملة ولا نص معلقة، لا على طرف المعلقة كده يعني، ربع المعلقة. قرفة وجنزبيل وكركم وفلفل اسمر وليمون مطحون وحبوب الكزبرة والكركديه. وايه كمان يا حبيبتي يا امل؟ انا قلت لكم جنزبيل صح؟ وايه تاني؟ وبقول لكم خل تفاح بقى، بس خل التفاح والليمون بحطهم في الاخر، شريحتين ليمون كده وخل التفاح. رحت بقى قعدت اشرب شويه نسكافيه تالت او رابع مش فاكره، واتفرج كده على حاجه واكمل المسلسل. وبعد كده رحت وقفت عند ابني كده في الاوضه، فشفت اتنين بهجوجه واقفين على الشباك. اتنين بهجوجه ليه يا امل؟ عشان انا كان عندي حمامه كده كنت لاقياها انقذتها يعني، كانت تعبانه وكانت شبه الحمام ده، فكنت مسمياها كنت مسمياها بهجوجه، بهجت يعني بهجوجه. فدول بالنسبه لي اتنين بهجوجه. وموكا طبعا كانت هتتجنن عليهم. شوفوا بوريكم الغسيل، حاطين الغسيل على المشايات بتاعه الرياضه بتاعه جوزي وابني. دول اطباق كنت جايباهم حلوين قوي، حبيت ان اوريكم شكلهم كده، من ضمن الحاجات اللي ببقى مثلا بحبها. الاطباق دي ب11 ونص، والاتنين اللي مع بعض دول ب5 ريال و75 هلله، دول اتنين مع بعض برضو ب5 ريال. بس كانوا عاجبيني قوي، كان ناقصني حاجات كتير جدا بصراحه. فجبت دول من السكه بنستخدمهم بقى يعني، كنت مطلعاهم كده علشان احطهم على البوتاجاز عشان اجهز للغرف بقى للغدا. اتغدينا بقى وغسلت المواعين وكل حاجه، وبعد كده رحت شربت شويه نسكافيه كده وقعدت اتكلم في موكا. طبعا هنا كانت قاعده عايزه شوكولاته، جبت لها. بعد كده رحت بقى عملت لابني بتاعه فطيره عيش البلبل دي، فطيره عاديه، وبعد ما تستوي بدهنها لبنه واحط عليها، دي شكلها اهي، بحط عليها جبنه موتزاريلا، ولما تستوي خالص اقوم رش عليها شويه عسل واقطعها كده 8 قطع وياكلوها زي البيتزا، بتبقى لذيذه قوي. وبس كده، وده كان اليوم بتاعي والروتين بتاعي. يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش بقى لايك للفيديو وكومنت حلو منكم، واشوفكم على خير ان شاء الله، ومع الف سلامه.